أشرف بن شرقي بيأكد للمباراة التانية على التوالي إنه أهم لاعب في الأهلي حاليا، ومهاجم جديد لعب نص ساعة بس لكن ممكن يكون حل مشكلة الأهلي اللي بقالها فترة طويلة. وفي السعودية كريستيانو رونالدو بعد أيام صعبة جدا الكرة رجعت تضحك له وكتب رقم تاريخي جديد. ولو بتحب المحتوى اللي بيحلل اللقطة مش بس بيقول لك النتيجة، اعمل لايك واشترك في القناة وصلي على النبي في الكومنتات ويلا بينا. بن شرقي اهم لاعب في الاهلي حاليا، مهما اختلفنا مع الاهلي لازم نعترف ان اشرف بن شرقي حاليا هو اكتر لاعب مؤثر عنده. السبب مش انه بس بيسجل، بن شرقي من نوعيه الاجنحه اللي بتعرف تتاقلم مع اي شكل لعب. الحسين عموته لسه الاهلي معاه مش بيقدم استحواذ منظم بشكل واضح والاعتماد الاكبر على التحولات. بن شرقي ما عندوش مشكله يرجع يساعد كوكا، يقطع مساحات، يسترجع الكوره وبعدها يطلع بسرعه يهاجم المساحه. قدام زد سجل هدف ممتاز بتسديده ارضيه في الزاويه البعيد، وبعدها كان جزء اساسي في الهدف الثاني لما لعب على المساحه وفتح الملعب لزيزو قبل ما الكره توصل لطه. والاهم راجل المباراه قدام انبي وراجل المباراه قدام زد كمان. يعني الاهلي لسه عنده مشاكل في شكل اللعب، لكن بن شرقي حاليا واحد من اللاعبين اللي بيغطوا على المشاكل دي بجودتهم الفرديه. والمشكله ان بن شرقي مش اللاعب المغربي الوحيد اللي بدا يلفت النظر في الاهلي، لان في مهاجم لعب دقايق قليله لكن قدم حاجات كتير للاهلي محتاجها جدا. بن جديده ممكن يحل ازمه المهاجم. النص ساعه اللي لعبها سفيان بن جديده قدام زد خلتنا نفهم ليه الاهلي متمسك بفكره انه يكون عنده مهاجم صريح حقيقي، لان الموضوع مش مجرد لاعب واقف جوه منطقه الجزاء. المهاجم الصريح لازم يعرف يستقبل بظهره، يكسب التحام، يثبت المدافع، يسحب المدافع معاه علشان يفتح مساحه للي حواليه. وبن جديده عمل كل ده في اكتر من لقطه، استلم، لف بسرعه، طلع قرار مباشر في المساحه. وكمان واضح جدا انه كويس في تغيير اتجاه اللعب وهو بيتحرك بالكوره، وده حاجه مهمه جدا لما الدفاع يترحل ناحيه جانب واحد. الفكره هنا بقى ان الاهلي عنده اجنحه ولاعيبه ما بين الخطوط كتير، لكن وجود لاعب بيعرف يشغل قلب الدفاع ممكن يغير شكل كل اللي حواليه. وعشان كده لو جاهزيته البدنيه اكتملت طبيعي جدا هنشوفه بينافس بقوه على المركز الاساسي. مش معنى كده ان ازمه الاهلي الهجوميه اتحلت، لكن على الاقل بقى عندهم مهاجم بيديهم شكل مختلف. ومن لاعب لسه بيحاول يثبت نفسه نروح لواحد تقريبا خلص كل حاجه ممكن يكون عملها في الكوره ولسه بيكتب ارقام جديد. الكوره رجعت تضحك لرونالدو. الكوره فعلا عندها علاقه غريبه بكريستيانو رونالدو. من كام يوم بس النصر عمل رومنتادا تاريخيه قدام الاتفاق، لكن رونالدو نفسه خرج ما بين الشوطين وهو متضايق جدا والمباراه ما كانتش ماشيه معاه نهائي. وبعدها بكام يوم رجع هو نفسه يحسم مباراه التعاون وتابع تسديده سيماكان وسجل هدف الفوز. والهدف ده ما كانش مجرد 3 نقط، رونالدو وصل ل 104 اهداف مع النصر في دوري المحترفين وبقى الهداف التاريخي للنادي في المسابقه بنظامها الحديث. والاهم الهدف رقم 978 في مسيرته، يعني فاضل له 22 هدف بس على الألفية. وده اللي بيخليك تستغرب من اللاعب ده حتى وهو في قرب نهايه مسيرته لسه كل اسبوع تقريبا عنده رقم جديد، من مباراه يخرج محبط لمباراه بعدها يبقى هو صاحب هدف الفوز ورقم تاريخي جديد. كأن الكرة بتقول له كل مره لسه الحكايه ما خلصتش يا رونالدو. الثلاث قصص مختلفين لكن فيهم حاجه مشتركه، الجوده الفرديه لسه بتفرق جدا. بن شرقي بيغطي على مشاكل في شكل الاهلي، وبن جديده ممكن يدي للاهلي حل هجومي كان ناقص، ورونالدو لسه قادر يحسم مباراه كامله بلمس. بس عايز اعرف رايكم، مين اكتر لاعب لفت نظركم النهارده، بن شرقي، بن جديده، ولا رونالدو اللي مش ناوي يبطل ارقام؟ اكتبوا لي رايكم في التعليقات، وما تنساش تعمل لايك وتشترك في القناه وتفعل زر الجرس دايما علشان يوصلك كل جديد وتفضل منور. كان معاكم احمد صابر من قناه المشاغف، واحنا هنا بنفهم الكوره مش بس بنتفرج عليه. سلام يا فرسان.